الناس بتروح الفنادق عشان ترتاح، لكن في بعض الفنادق اللي تفتكرها مكان نوم ممكن تتحول لكابوس ما يتنسيش. في الفيديو ده هنتكلم عن أشهر 10 فنادق مسكونة حول العالم، وكل فندق وراه قصص رعب حقيقية قالها نزلاء عاشوا لحظات مرعبة. فدوس لايك على الفيديو واشترك في القناة، ونبدأ مع أول فندق معانا. هو ستانلي هوتيل في كولورادو، أمريكا. الفندق ده ألهم فيلم الرعب الشهير ذا شاينينج. من زمان والناس بتحكي إنهم بيسمعوا أصوات غريبة زي عزف بيانو في القاعة الرئيسية وهي مقفولة، وفي ضيوف حكوا إنهم شافوا شبح فلورا ستانلي زوجة مؤسس الفندق قاعدة تعزف على البيانو القديم لحد النهاردة. الفندق التاني هو كوين ماري في كاليفورنيا. المبنى ده كان في الأصل سفينة ركاب ضخمة، وبعد ما بقت فندق ظهرت قصص مرعبة. ضيوف كتير قالوا إنهم سمعوا أصوات أطفال بيضحكوا في الممرات، والأغرب ظهور ست لابسة فستان أبيض قديم عند حمام السباحة بتظهر وتختفي فجأة. حتى الموظفين اعترفوا إنهم بيسمعوا أصوات خطوات في غرف مقفولة من سنين. الفندق اللي بعده هو لانغام في لندن، من أشيك وأقدم فنادق لندن، لكنه معروف بالقصص المرعبة. ناس كتير شافوا راجل لابس لبس عسكري قديم واقف عند آخر ممر الفندق، وفي أسطورة عن صحفي انتحر من الدور الرابع ولسه شبحه بيظهر في الأوضة واقف عند الشباك وباصص لتحت. الفندق اللي بعده هو بانف سبرينغز في كندا. فندق ضخم وأنيق، لكن وراه أسطورة عروسة ماتت يوم فرحها. بيقولوا إن فستانها مسك فيه نار من شمعة وهي نازلة السلالم وقعت وماتت. من وقتها الضيوف بيقولوا إنهم بيشوفوا العروسة الشبح واقفة عند السلالم أو بترقص في القاعة بفستانها الأبيض. معانا كمان فندق ديل كورونادو في كاليفورنيا. الفندق ده مشهور بأوضة معينة ماتت فيها ست اسمها كيت مورغان. النهاردة ضيوف كتير بيحكوا إنهم شافوا شبحها، وبيقولوا إن ريحة عطرها بتظهر فجأة في الممرات من غير سبب. الفندق اللي بعده هو جراند حياة في تايوان. المكان ده اتبنى فوق مقبرة حربية، وده سبب كفاية يخلي الضيوف يحكوا قصص غريبة. ناس قالت إنهم سمعوا صرخات في الغرف وشافوا ظلال بتتحرك معهم. الأغرب إن بعض النزلاء لما غيروا غرفهم نفس اللي حصل اتكرر. معانا برضو فندق شاتو دو مارمون في لوس أنجلوس. الفندق مشهور لأنه بيت للنجوم والمشاهير، لكن وراه أسرار. ناس قالوا إنهم شافوا وجوه بتظهر في المرايات وأصوات بتتسجل في التليفونات بالليل، وفي شائعات إن أشباح فنانين ماتوا جوه الفندق لسه موجودين. الفندق اللي بعده هو بومونت إن في أمريكا. المكان ده كان بيت تاريخي، وبعد ما تحول لفندق بدأت تظهر الحكايات. أشهرها شبح ست بملابس قديمة بتقف قدام المرايات وتختفي فجأة. كمان عندنا فندق روانوك. الضيوف اللي باتوا فيه بيقولوا إنهم بيسمعوا همسات بالليل، ولو حاولوا يسجلوا بيلاقوا أصوات مش مفهومة ظهرت في التسجيلات. آخر فندق معانا هو فيرمونت بانف في كندا. القصة المشهورة هناك عن موظف قديم للفندق اللي لسه بيساعد الضيوف لحد النهاردة. بيفتح لهم الأبواب بابتسامة، لكن لما يلفوا يشكروه بيختفي في ثانية. وفي النهاية دي كانت جولتنا في أشهر الفنادق المسكونة حوالين العالم. ما تنساش لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة وفعل الجرس عشان تتابع باقي الحلقات. والسلام عليكم، واشوفكم على خير الحلقة الجاية.